كيكتنا اليوم ما بيها لا سكر ولا طحين، بس هي بنفس الوقت كيكة طيبة وحلوة. بالبداية نهيئ المواد الجافة على صفحة، واللي هي 1.5 كوب من طحين الشوفان، نضيف له قليل من الملح زائدا كيس بيكنج باودر. وهاي الكيكة تقدرون تقولون عليها صحية أو شبه صحية، ما استخدمت بيها لا السكر ولا الطحين. مكان السكر خليت الدبس، ومكان الطحين استخدمت الشوفان، والشوفان ما عفته على حطيته وإنما طحنته. بالبداية مثل ما شفتوا عندي ذن البيضتين خفقتهن، وبعدين خليت فوقاهن 3/4 الكوب من الدبس، وضفت فوقاهم شوية فانيلا، بعدين ضفت 3 ملاعق كبيرة من الراشي. وهاي المواد اللي ضفتها كلها تعتبر سائلة. هنا بعد ما ضفت الراشي أخفق إما بالخفاق اليدوي أو بالملعقة إلى أن تتجانس المواد. أما بالنسبة للشوفان أنا بالبداية طحنته، وبعد ما طحنته طلعت من عنده مقدار 1.5 كوب وضفته للمزيج. وهنا آخر شيء عندي جوز مقداره تقريبا نص كوب جوز، قطعته إلى قطع صغار وبعدين ضفته. من أضيف الجوز هنا ما يحتاج خفاق يدوي وإنما بالملعقة. وأني هاي الكيكة لأنها صغيرة قلت عني ما نشويها بالفرن، خلي أشويها على الطباخ بالطاوة. بعدين قلت لا، خلي أعوف فكرة الطاوة، خلي أشويها بالفرن. جبت هذا القالب الصغير قطره 20 سنتيمتر، دهنته بالراشي، وبعدين ضفت العجينة ودخلت القالب بالفرن. فتحت بس العين الجوانية، خليت الكيكة بوسط الفرن، النار معتدلة، تركته تقريبا نص ساعة واستوت الكيكة. وسهمكم العافية. وهاي الكيكة ذكرتني بمصطلح دائما نقوله إذا شفنا وحدة سمرة، شو نقول عليها؟ نقول عليها دبسة. فهاي الكيكة اليوم دبسة، سميرة، شو سموها، بس طعمها والله طيب وتعتبر صحية. وهاي الكيكة بصراحة بنات ما شايفة أحد مسويها بهاي الطريقة. تقدرون تقولون هاي الكيكة بطريقتي، بس أنا استفاديت من طرق عمل الكيك بشكل عام، والطبخ بشكل عام سواء مالح أو حلو. الإنسان اللي يحب يطبخ ودائما يطبخ بعد يوصل مرحلة عينك ميزانك، يعرف هاي المادة تتناسب ويا هاي المادة أو ما تتناسب، يعرف المقادير، بعد يعني الأمور تصير سهلة عليه. بس اللي جديد على الطبخ لا، أي خطوة يخطيها يخاف ويكون متردد. فأنا من سويتها رغم أنه أنا أول مرة مسويتها، بس كنت عندي قناعة أنه هاي الكيكة راح تنجح، وبالفعل نجحت.